السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات آسيل. كيف ما كتشاهدوا اليوم غادي نقدم لكم طريقة ديال تحضير سلو اولا السفوف، طريقة جد سهلة ومبسطة. فخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. واول مرحله كنبداو بها هي مرحله ديال الزنجلان. هنا عندي 3 كيلو ديال الزنجلان، فيها 2 كيلو ديال الزنجلان البلدي اللي هو هذا، الحبه ديالو كتكون مايله للكحوليه. وهنا عندي كيلو ديال الزنجلان الرومي اللي كيكون الحبه ديالو مايله للبيوضيه. من بعد ما كنغسلوهم مزيان مزيان وكنشفوه وكنقيو على خاطرنا. ومن بعد غادي ندوزو المرحله ديال اننا نحمروه. واسهل طريقه باش نحمروا الزنجلان هي كنوضعوه في الكوكوط وكنمهلوا عليه العافيه مهيله، وتنبقاو نحركوه هكا حتى كيتحمر لينا على خاطره. وبالنسبه للكاوكاو فاحنا كناخذوا هاد الكاوكاو هذا اللي كيكون الحبه ديالو كبيره، بعد ما كيكون منقي هكا واجد كنجيبوه من عند العطار، كنزيدو نقيوه شي شويه باش كنزيدو نحيدو منه دوك الشوائب اللي كيكونوا زايدين. ومن بعد كنوضعوه عفوا في طنجره وكنضيفوا ليه الماء وكنزيدو نضيفوا طريفات ديال الحامض. هاد الطريقه هذه فهي زوينه، كتحيد الجهد ديال الكاوكاو وكيجي زوين في المذاق ديالو. وكنوضعوه على نار متوسطه حتى كتطلع له الغليه، وكنصفيوه وكنشفوه. ومن بعد عاد غادي ندوزو للمرحله ديال اننا نحمروه. ومن بعد هنايا صفيتو ودعتو فواحد الشبيكه وخليته قطر مزيان مزيان. من بعد هنا راه عندي ناشف، يعني ما فيه حتى شي قطره ديال الماء، لان من بعد ما كنصفيوه هكا في الشبكه كنزيدو نوضعوه على واحد بلاطو اولا لاطا اللي كنكون وضعت عليها واحد المنيديل اولا فوطه خاصه بالكوزينه باش كيزيد ينشف لينا مزيان مزيان وما كتبقى فيه حتى شي قطره ديال الماء. من بعد عاد غادي ندوزو باش غادي ندهنوه بالقليل من الزيت ونوضعوه هكا في لاطا وندخلوه الفران ونبقاو مقابلينه حتى كيتحمر لينا مزيان مزيان على خاطره. العافيه بطبيعه الحال كتكون مهيله وكيكون العافيه من الفوق، يعني من فوق منه، وكنبقاو نحركوا على هذا الشكل هذا حتى كيذهب لينا اللون وكيولي لنا اللون ديالو مذهب كامل كاوكاو على هذا الشكل هذا. والا بغيتو تقليوه فانتوما كتقليوه، فانا كنفضل هذه الطريقه ديال نحمرو في الفران كتكون احسن. وبالنسبه للوز فهنايا عندي كيلو ديال اللوز البلدي. من بعد ما كنمسحوه مزيان مزيان وكنحيدو منه ديك الغبره اللي كتكون لاصقه فيه، ومن بعد كنوضعوه هكا في لاطا اللي غادي ندخلوه الفران باش غادي نحمروه على نار بطبيعه الحال اللي كتكون مهيله حتى كيتحمر لينا مزيان. وما تخليوش اللوز حتى يتبدل اللون ديالو، لان الا كحل اللوز وتبدل ديالو فهو كيخسر المذاق، فما كيجيش المذاق زوين ديال السفوف او سلو. وهنا عندي نص كيلو ديال اللوز الرومي حتى هو كنمسحو مزيان مزيان وكنوضعوه في لاطا باش غادي ندخلوه الفران باش نحمروه على نار بطبيعه الحال اللي كتكون مهيله مهيله، وكتبقى عينيكم عليه ما تغفلوش عليه حتى كيتحمر على خاطره. وهنايا بالنسبه للنفع وحبه حلاوه حتى هما كنقيوهم مزيان. من بعد قبل ما نقيوهم فحنا كناخذوهم نوضعوهم هكا في واحد الغربال اللي كيكون رقيق باش كنحيدو دوك العويدات الصغارين، ومن بعد كيسهل علينا باش نقيوه. ومن بعد عاد باش غادي نطحنوهم مزيان مزيان. وهنايا حطيت قدامي المقادير باش غادي نشرح لكم كل حاجه بوحدها، وشنو اللي غادي الكميه اللي غادي نصيفطو نطحنها عند العطار والكميه اللي غادي نخلي هنايا. بالنسبه للزنجلان هنا راه عندي 2 كيلو ديال الزنجلان البلدي اللي قسمته من النص، هو هذا النص هذا، وطحنته في الهاشوار. من بعد ما طبيعه الحال من بعد ما كنحمروه مزيان طحنته هنايا في الهاشوار كما كتشوفوا غير باش كتقسم غير الحبه ديالو شي شويه. وبالنسبه للنص الاخر فانا وضعته هنايا وزدت عليه داك الكيلو ديال الزنجلان الرومي. وبالنسبه للكاوكاو هنايا عندي كيلو ونص ديال الكاوكاو، ومن بعد ما دهنته بالزيت وحمرته في الفران على المهل حتى كيتحمر على خاطره. اللوز فانا هنايا عندي كيلو ديال اللوز البلدي اللي خديت منه هاد الزليفه هذه وطحنتها غير في الهاشوار هكا، غير كتفرق الحبه ديالها بحال هكا وكيبقى باين. وهنايا راني زدت حتى نص كيلو ديال اللوز، يعني هنا راه كاين اللوز البلدي واللوز الرومي بزوج. وهنا عندي النافع من بعد ما كنطحنو حتى هو وكنغربلو. هنا عندي القرفه حتى هي،
وهنايا عندي حبه حلاوه حتى هي من بعد ما كنطحنها وكنغربلها. وهادو هما المقادير يعني كامله اللي غادي نصيفطو باش غادي يطحنوا عند العطار. عندنا اللوز البلدي والرومي وكاوكاو محمر، وكميه ديال الزنجلان حتى هو البلدي والرومي. وهنايا غادي نصيفط معاه 2 كيلو ديال الطحين مع شويه ديال الملحه. بالنسبه للطحين انا هنا راه عندي 5 كيلو ديال الطحين، ولكن محمر بطبيعه الحال ومغربل، ولكن حنا غادي نصيفطو غير الكميه ديال 2 كيلو. اما الكميه الاخرى 3 كيلو الاخرين غادي نخليهم، وديك الساعه غادي نشوفوا على حسب شحال غادي نضيفوا ديال الطحين. وهنايا من بعد ما طحنا اللوز الزنجلان الكاوكاو، هنا راه هنا وضعته في واحد الاناء اللي كبير باش هكا كيسهل علينا نعركوه مزيان. هنا وضعت داك الزنجلان اللي خلينا اللي طحنا غير بالهاشوار، هنا ضفنا الكميه ديال الطحين اللي بقات، ومن بعد هنايا كنضيف كيلو ديال السكر كلاصي من بعد ما كنغربلوه، ومن بعد هنا كنضيف ديك الزلافه اللي خليت ديال اللوز مع 2 معالق ديال القرفه، 2 معالق ديال حبه حلاوه، و2 معالق ديال النافع. وهنايا عندي اطرو ديال الزيت طايبه كنخليها حتى كتبرد مزيان. عاد من بعد ما كنخلطوا المكونات كامله ديال السلو ديالنا وكنعركوه مزيان مزيان، عاد ديك الساعه كنبداو نضيفوا الزيت وحنا كنشوفوا القوام اللي بغينا ديال السلو كيفاش بغيناه، وكنبقاو كنضيفوه في ديك الزويته وحنا كنعركوه مزيان مزيان هكا بين يدينا حتى كيزيد يطلق داك الزويته ديالو. ومره مره هكا كنبقاو نقلبوا القوام ديالو الى ولا كيتجمع لينا هكا بين اليدين، فهكا كيكون سلو راه واجد. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا من بعد ما كنزينو بهذه الطريقه هذه. نتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم، واكيد الا جربتوه تيقوني راه كيجي لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. ومن هنا تنقول لكم عواشركم مبروكه ورمضان سعيد، دخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمناو ان شاء الله. الى فيديو قادم.